السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة دايما يا رب. النهاردة بقى هنعمل مع بعض شوية زيتون كده حلوين. طبعا احنا ما بنستغناش عن المخللات في البيت، زي ما انتوا شايفين بالجمال ده كده. عملتهم في البرطمان اللي هي البلاستيك دي بتاع التبر وير، بجد تحفة جدا وبتحافظ على الحاجة. طبعا غير هتقولي لي طبعا ما ينفعش نعمل في برطمانات الازاز، لا طبعا ينفع نعملها، بس هقولك ايه الفرق بين البرطمانات الازاز، البرطمانات العادية والبرطمانات بتاعة تبروير. ندخل بقى نسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف الزيتون بتاعنا هنخلله ازاي. ده الزيتون اللي هو التفاحي. أنا هنا طبعا كنت نقعاه من غير ما أفتحه كنت نقعاه سليم كده. أنا قعدته 3 أيام عشان ينزل منه المرارة. بعد كده غسلته كويس جدا وفتحته بالسكينة كده، وبدأت طبعا أنزل عليه الجزر، بشرط جزر، ونزلت عليه الجزر زي ما انتم شايفين. الكمية اللي انت حابة تحطيها في الزيتون حطيها، مش بمقدار معين ولا حاجة. هبتدي بقى، طبعا لازم اكون لابسة جلافز في ايديا عشان القرون الشطة الحمراء دي حامية جدا. ممكن طبعا الناس اللي هي جسمها مش بيستحمل ممكن تسبب لها التهابات، لان انا اي حاجة بتلمس ايديا بحس بحرقان كده وبيجيلي التهاب في الاعصاب. فلازم نلبس جلافز طبعا الاحتياط. ابتدأت ان انا بقى اخد كل دول مع بعض كده واقلبهم كويس جدا. لازم يكون معايا بولة كبيرة، واجيب بقى البرطمانات بتاعتي اللي انا هعمل فيها المخلل. اذا كان ازاز، طبعا ازاز بيبقى عملت فيه كذا مرة لكن بيبقى تقيل جدا، وكذا مرة واقع من ايديا واتكسر. فالبلاستيك بيبقى خفيف، وده كمان مش بلاستيك عادي، لكن ده حاجة تبروري طبعا اللي بيجيبوا مقتنيات، حاجات تبروير. طبعا عارفين تبروير حاجتها الاشياء البلاستيك ده صنع اولي وكمان صحي، فطبعا امن جدا ان انت تعملي فيه اي حاجه. البرطمانات دي ممكن تعملي فيها سمنه، تحطي فيها بقوليات، تعملي فيها مخللات حلوه جدا. فانا جبت البرطمانات دي بجد مخصوص عشان اعمل المخلل ده احطه فيها. الزيتون بيقعد معايا فترة طبعا في البيت، مش بياكلوا منه كتير، بس يبقى متواجد لأي ضيوف جات أو لو احنا محتاجين أي مخللات تبقى موجودة. أنا طبعا حطيت هنا الزيتون في البرطمانات بتاعتي، طبعا فيض شوية حطهم في برطمان إزاز صغير كده. حطيت كله هنا في البرطمان. هجيب بقى المقدار المية بتاعتي تكون مية مغلية وتكون بردت عشان تبقى معقمة شوية يعني. وابتدي بقى احط الملح. مش هقولك برضو بمقدار، عايزة بقى تعرفي اذا كان الملح مظبوط ولا لأ. هنكون عندنا بيضة مغسولة كويس جدا، وطبعا نحطها في قلب اللتر المية. اذا البيضة طفت على وش المية كده يبقى الملح بتاعك مظبوط. لقيتيها نزلت في قاع اللتر بتاع المية، تبقى كده لسه محتاجة ملح. يبقى كده اتفقنا هنعمل مقدار الملح ازاي ونشوفه مظبوط ولا لا. هجيب بقى عندي هنا لتر المية اللي فيه الملح، واحطه بقى كده في البرطمانات بتاعتي. انا عايزة 3/4 البرطمان الزيتون يكون مية بس بالملح، اللي انا حطيت فيها الملح المقدار الملح بتاعي. وطبعا عصرة هنا قدامكم كده زي ما انتوا لو ملاحظين. البولة دي الكوباية دي معيارية 350 جرام من الليمون. هتلاقيها مكتوب عليها المقدار بتاعها. هقسمهم بين البرطمانات واسيب ايه في شوية كده طبعا برضو حطيتهم كلهم. وفي البرطمان الازاز الصغير هبقى احط فيه شوية عصير ليمون تاني. ويبقى انا كده حطيت المقدار الليمون والمقدار بتاع المية. بس كده بغطي وش الزيتون بس كده. وعندي هنا عودين كرفس انت كنت كتر يا ماما مقطعاهم، لسه في زيت. حطهم كده على الوش. وبعد كده هجيب قشر الليمون اللي طبعا عصرناه مش بنرميه. عايزه بقى تحطيه كله في قلب الزيتون حطيه زي ما تحبي. انا هستكفى بشويه كده على الوش. ومعايا كوبايه الا ربع زيت كده هحطهم على وش الزيتون. واخلي شويه طبعا البرطمان الازاز اللي انا قلت لكم عليه، برطمان بتاع النسكافيه كده اللي هو الكبير، هيملى شويه الزيتون اللي باقيين. هبتدي بقى اغطي وش الزيتون كده بالقشر الليمون. وكده يبقى خلصنا الزيتون بتاعنا. هتاكلي منه بعد قد ايه؟ بعد 15 يوم ان شاء الله هكون الزيتون بتاعك اتخلل وبقى جميل جدا وحلو. طبعا في ناس بتقلب البرطمان
على وشه كده لمدة 3 أيام، وتقعد تقلب فيه علشان طبعا تخرج منه الهواء اللي موجود في البرطمان. لكن هنا تبروير البرطمان بتاعها انا مش هحتاج ان انا اسيبه على وشه واسيبه ابقى قلبيه 3 ايام لغايه ما ياخد ويدي مع بعضه كده ويتسحب كل ضغط الهواء اللي موجود جوه، عشان ما يوصلش باي بكتيريا عندي ويبقى في ريم ابيض كده على الوش من فوق. لا، الغطا بتاع تبروير في كده هنا، بصوا شايفين الجلدة اللي جوه دي بتعمل عملية ضغط جامد، وانت بتقفلي البرطمان مفيش اي هواء بيبقى موجود خالص جوه البرطمان، بتخرج كل الهواء اللي موجود في البرطمان. فكده يبقى انا كده البرطمان بتاعي امن، مش هقدر ان انا مش هقلبه. طبعا زي ما انتم شايفين هنا الغطا ده في حاجة كده ايد كده بتمسكي منها البرطمان، فانا مش لو قلبت هقلب التاني، بس انا مش هقلبه لان انا ببقى بقفل البرطمان بيبقى محكم جدا. بصوا مفيش اي نقطة مية هتخرج من البرطمان خالص، ولا بيطلع اي فراغات هواء ولا اي حاجة، مقفول باحكام جدا كويس جدا. فطبعا حاجة تبروير كويسة جدا وحلوة، يعني اللي يقدر يجيبها ما يستخسرش، وبجد هتنفعه وحاجات صحية وآمنة بجد لأولادك وصحة أولادك وللأسرة كلها. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى متنسونيش في الفيديو في اللايك حلو منكم وكومنت جميل، وأعرف رأيكم إذا كنتوا بتخللوا الزيتون بنفس الطريقة. طريقة بجد سهلة جدا وبسيطة، مفيش فيها أي تعب وما خدش مني أي وقت بجد. بسرعة جدا عملت الزيتون، وبعد 15 يوم هناكل منه، وهرجع لكم ان شاء الله بعد ما الزيتون يتخلل هنشوفه بقى شكله ازاي. دلوقتي بقى هنفتح على برطمان الزيتون. طبعا انا ما صورت الفيديو وما نزلتوش في وقتها، استنيت لغاية ما الزيتون بتاعي يستوي كده ويبقى حلو، وكمان كنت بصراحة الفيديو كان تاه مني كده ونسيته. فحبيت بقى ايه انزل لكم، بما ان انا اتاخرت ان انا ما نزلتوش في وقتها، اوريكم ازاي الزيتون بقى طعمه حلو جدا ومخلل معايا، وكمان ولا عمل اي ريم فوق ولا اي حاجه، وخليناه بمنتهى السهوله. عملنا كميه كبيره جدا، 2 كيلو ونص كنت عملتهم معاكم. بجد طبعا غير ما بنشتري الزيتون من بره بيبقى مش حلو جدا، يعني ما بيبقاش حلو، وكمان مش عارفين الايد اللي عملته. اي حاجه بنعملها في البيت بتبقى موفره وجميله وكمان نظيفه. شايفين الزيتون؟ بصوا معايا، آه، ده القش طبعا اللي احنا حطيناه على الوش، مفيش اي حاجه، ما عملش ريم ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. دي طبعا المعلقه دي مخصصه برضو للمخلات بتاع التبروير. بصوا ادي الزيتون بتاعي، شكل تحفه بجد، يتاكل اكل كده يعني. كمان الحاجات اللي موجوده فيه الجزر مع الفلفل والكرفس اللي انا حطيته، وكنتش حاطه كتير. بصوا وكمان ممكن القشر ده كمان يتاكل يعني، طري جدا واستوى معايا كمان. بصوا المعلقه دي بتاعت المخللات، او مثلا باخد بيها كده الزيتون او اي مخلل، بغرز كده الاتنين دول كده في قلب الزيتونه او المخلل، وبطلع بيها او بشيل كده بايدي عشان ما طبعا ما احطش اي معلقه تانية ولا اي حاجه برطمان المخلل. زي ما انتوا شايفين واحده وقعت اهي. بصوا شايفين شكل الزيتونه؟ بصوا تحفه بجد وطعمها جميل جدا ومستويه وملحها كويس جدا. طبعا احنا اختبرنا موضوع الملح ده،
إن إحنا نشوف كمان المخلل بتاعنا إذا كان ملحه مضبوط والّا لأ، بحركة البيضة اللي إحنا حطيناها في لتر المَيّة. أتمنى يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم بقى ما تنسونيش في سبسكرايب للقناة، ولايك حلو كده منكم عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير، مع ألف سلامة، دمتم في حفظ الله ومع ألف سلامة.